أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع كارmen. النهاردة هكلمكم عن موضوع شاغل ناس كتير، وهو إغلاق محلات بلبن في مصر والسعودية. ايه اللي حصل وليه حصل؟ وهل ده معناه نهاية بلبن؟ هنعرف كل التفاصيل في الحلقة دي إن شاء الله، فتابعونا. فجأة حصلت الأزمة، ومحلات بلبن اللي كتير مننا بيحبها لقت نفسها في أزمة كبيرة، وتم إغلاق فروع كتير منها في مصر والسعودية. طب ايه الأسباب اللي أدت للأزمة دي؟ السبب الرئيسي وراء الأزمة هو مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء والاشتراطات القانونية، زي سوء التغذية وسوء التخزين وعدم الالتزام بمعايير النظافة واستخدام منتجات مجهولة. ده الكلام اللي اتقال، والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر باشرت تحقيقاتها وأوصت بإغلاق الفروع حتى انتهاء الفحص المخبري. وشركات بلبن عبرت عن صدمتها من القرارات، وأكدت إنها لم تمنح الفرصة الكافية لتدارك الأخطاء أو تقديم توضيحات رسمية. الأزمة دي أثرت على ناس كتير، سواء كانوا زباين أو موظفين، اللي كانوا بالمئات واللي بعد الإغلاق لقوا نفسهم بدون شغل وعندهم التزامات وأولاد محتاجين لمصاريف. طب الموظفين دول والعمال، في حد فكر إيه البديل ليهم؟ طبعا لأ. ندعو الله إن المشكلة تتحل في أقرب وقت. كمان الأزمة دي بتفتح النقاش عن أهمية سلامة الغذاء والالتزام بالقوانين في جميع المجالات، وكان يجب على من يمتلك محلات بلبن أن يراعي سلامة الأوراق والتراخيص وسلامة الاشتراطات اللازمة للغذاء. وهقول لكم دلوقتي على عدد المحلات اللي اتقفلت في مصر. تم إغلاق 5 فروع في محافظة الغربية، و12 فرع في الجيزة، و10 فروع في اسكندرية. ده بالإضافة لفروع تانية كتير في بورسعيد والسعودية. وزي ما قلت لكم، ده راجع لمخالفات سلامة الغذاء وعدم وجود نظم تهوية مناسبة في بعض الفروع، وبعض الفروع لم تمتلك التراخيص اللازمة للعمل. الخلاصة، الأزمة دي بتعلمنا أهمية الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، وخصوصا في مجال الغذاء. كمان بتعلمنا أن الشركات لازم تكون مستعدة دايما للتعامل مع أي أزمة ممكن تتعرض ليها. وهنا جينا لنهاية حلقتنا، ولو عجبكم المحتوى اللي بقدمه يشرفني اشتراككم في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع كارmen. السلام عليكم.